اهلا بيكم متابعي كرة بوكس، فيديو جديد لقاء يتجدد بحضراتكم النهارده. طبيعة الفيديو بتاعنا مش خبري، زي ما حضراتكم متعودين مننا، ولكن الفيديو النهارده او الفيديو ده هو فيديو تحليلي لأداء جراديسيار بالأرقام. فرود الأهلي الجديد، اللاعب السلوفيني اللي عليه العين، ده مهاجم الأهلي، يعني لازم يكون عليه العين، لازم متابعة تكون عليه، الضغوط بتكون عليه، فالله يكون في عونه يعني. لكن الولد الحقيقة قدم أوراق اعتماده بدري بدري. خليني أقول لكم في البداية إن طبعا جراديسيار ده أول ماتش ليه مع الأهلي، أول 45 دقيقة ليه مع الأهلي في حد ذاتها دي يعني دي كانت حاجة تخوف، لأنه كمان قدام فريق زي بيراميدز، دي حاجة تخوف. خلينا بس نبدأ بالخريطة الحرية اللعيب. دي الخريطة الحرية لجراديسيار في ماتش بيراميدز. واضح ان هو اتحرك في كل حتة في مراكز الهجوم. طبعا هو لعيب صندوق، لكن واضح ان هو خرج بره الصندوق كتير. واضح ان هو كان بيروح يمين وشمال. ومن الفيديوهات اللي هي كانت متوفرة ليه قبل ما يجي الاهلي او فترة التعاقد الاهلي معاه، كان واضح ان هو فيديو ان هو لعيب متحرك وبيقدر، يعني هو في من محمد شريف كده الحقيقة، يعني شكل بقى واداء سريع، هو متحرك، بيطلع بره المنطقة كتير. حتى كان في كورة بعد ما الأهلي سجل التعادل قدام بيراميدز، هو اللي هو سجله طبعا، يعني في كورة عملها بالكعب كده، فواضح ان هو لعيب كورة كمان بره المنطقة. فده ستايل مختلف عن وسام أبو علي شوية، ويعني بشكل كبير يعني. لكن في الآخر ده ستايل فيرود مطلوب جدا يعني. خلينا بقى ندخل على الناحية الرقمية. جراديسيار لعب 45 دقيقة طبعا، او لعب الشوط التاني كله بالوقت الضايع بقى بكل حاجة. لمس الكرة 13 مرة. الولد ده وصلت له الكرة 13 مرة بس. الفيرود عامة ما بتوصلوش الكرة كتير، لكن رقم 13 ده قليل على فيرود الأهلي. وده طبعا ممكن نفسره بان انت عندك الباكات كانت متوقفة، يعني بقى محمد هاني انتاجه الهجومي كان قليل، كريم الدبيس ما فيش كروسات، يعني الاهلي ما كانش قادر يشتغل من ناحية الباك ككروسات وكشغل كراديسيار. فبالتالي الولد ما قدرش ان هو يلمس الكورة كتير. هو لمس الكورة 13 مرة جاب جول، مرة عمل كرة بالكعب هايلة جدا وخلق فرصة لزمايله، ومرة تسبب في ركلة جزاء. يعني ده انتاج هايل جدا. الكرة جت في رجله 7 مرات، ليه 7 تمريرات، او لمس الكرة 13 مرة بشكل عام. هو مرر 7 تمريرات صح، 7 من 7، 100% إجادة. تمريراته اللي هو التمريرة الطويلة أو التمريرة اللي هي مش مجرد لمسة وبس، يعني مثلا كرة ركلة الجزاء دي لمسة، لكن التمريرة اللي هو بيقف يسيطر على الكرة وبيحاول ان هو ينقلها لزميل ليه، ده 7 من 7. يعني واضح ان هو عنده دقة كويسة في التمريرات. يعني عنده التحام أرضي كسبه من 3، يعني 3 التحامات أرضية كسب 1 بس، يعني لازم يشد على نفسه في الناحية البدنية شوية. الالتحامات الهوائية جاله مرة واحدة خسرها، يعني في الجامب بتاعه واضح ان هو يعني، بس لسه ده هنستكشف مع بعض. ولكن لغة الارقام في ماتش بيراميدز هو جاله التحام هوائي 1 وخسره. يعني في ارتكب خطأ واحد اللي هو كان اول كرة ليه في الشوط التاني خالص قدام وليد الكارتي، و يعني سجل هدف زي ما احنا قلنا واتسبب في ركلة جزاء. وخد تقييم 7.6 في حسب موقع سوفا سكور، 7.6، وده تاني او تالت افضل لعيب في الاهلي في الماتش بعد بشكل عام، بعد رامي ربيعة اللي هو كان واخد اعلى تقييم في الموقع. يعني بتكلم على تقييمات الموقع، وحسين الشحات وجراديسيار. ارقام مقبولة في اول ظهور لجراديسيار مع الاهلي. واضح ان هو فيرود مش تقليدي، وده فيرود الاهلي بيبحث عليه اكيد. انت عندك فيرود تقليدي زي وسام ابو علي، راجل في 18، انت محتاج فيرود تاني يكون شكل مختلف، تقدر الاتنين ممكن يلعبوا مع بعض يبقى يمثلوا ثنائيه هايله. يعني هنشوف كولر يقدر يستفاد بيهم ازاي. انتهى الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه، وصباحكم مساءكم زي الفل.